هفضل اقول طول عمري حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد ظلمني واي حد جه عليا انا واولادي وافترى عليا. هفضل اقول طول عمري حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد يقول عليا كلمة مش فيا ويشيل عليا كلمة مش فيا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي قوي من الفيديو اللي فات للفيديو ده. شكرا لكل ام وكل اخ وكل اخت اتصلوا بيا على الخاص واطمنوا عليا. شكرا لكم جميعا، شكرا لاخواتي وحبايبي، بجد انتوا عيلتي التانية. انتوا اللي هتقفوا في ظهري وانتوا اللي هتكبروا القناة. انتوا وحشتوني جدا 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 بجد والله. انا مش عارفة من غيركم كنت يعني هوصل للمرحلة دي ازاي. انتوا بجد عيلتي التانية، انتوا عيلتي اللي ما شفتهاش. انا قررت، يعني القرار اللي انا هاخده معاكم النهارده ده قراري الصحيح. ده قراري اللي ما فيهوش رجع. انا قررت اللي انا هقعد انا واولادي في الشقه الجديده بتاعتي غصب عن اي حد. واللي مش عاجبه زي ما بيقولوا كده يخبط دماغه في الحيطه. شوفوا الحيطان حواليا كتير ازاي. شقة ايه؟ شقة إيه اللي انتوا مستكترينها عليا؟ وشقة ايه اللي انتوا بصلي فيها؟ انتوا محسسيني ان الشقة دي بتاعتي، الشقة دي ملكي، الشقة دي انا عايشة فيها بالإيجار. مش مش بتاعتي، مش دافعة فيها فلوس. انا واحدة عايشة فيها بالإيجار، شقة عايشة فيها بالإيجار. عاوزاكم بس تفهموا الحتة دي. في اي حد مستكتر عليا الشقة هقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وربنا يكفيني شر عينك ويبعد عني شر الحاقدين وشر الحاسدين ويهدي لي الحال، وربنا يهدي لي ابو العيال و... ويرجعوا لصوابه. وهنشوف بقى احنا هنعمل يومنا ايه النهارده. يوم كله طاقة، يوم كله طاقة. هخرج الزهق اللي انا فيه وهخرج الملل اللي انا فيه وهيبقى يوم كله طاقة ويوم كله باور. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. بقى هوريكم المناظر الطبيعية ده، والشجرة اللي طالعة مادة على الجيران. الشجر ده شجر اللوف. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. الشجر ده بيمد على الحيطان كده، لو 10 دور هيطلع عليه. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. حبيت ان انا اوريكم المنظر الجميل ده وانا على الصبح في الوقت ده كده. كانت الساعة حوالي 6:30. ما كانش لسه والله العظيم، جت 7. فتعالوا اقول لكم بقى لما بكون زهقانه واكون تعبانه ومخنوقه ومتضايقه وعندي ضغط او حاله نفسيه بعمل ايه. ولا بوتر نفسي ولا باكل كتير ولا بعمل اي حاجه. يومنا كله كده زي ما انتوا هتشوفوه في اول الفيديو. بسم الله ما شاء الله، كله باور. انا لما بكون تعبانه واكون زهقانه من حاجه بطلع طاقتي كلها في الشغل عشان ما افكرش كتير واعصابي تتعب ونفسيتي تتعب. كنت الاول لما اكون زهقانه او تعبانه او مخنوقه او متضايقه من حاجه اطلع زهقي كله في الاكل. فدلوقتي انا مش عايزه اطلع زهقي في الاكل، لا انا هطلع زهقي في الشغل. فتعالوا كده بقى ايه، سموا وصلوا على الرسول. وقبل ما تبتدي الفيديو يا ريت لايكاتكم وكومنتاتكم الحلوه. بس انا زعلانه منكم جدا لان انا قلت لكم انتوا اللي هتساعدوني وانتوا اللي هتقفوا جنبي وانتوا اللي هتدعموا القناه. مفيش حد وقف جنبي ولا حد ساعدني. انا عاوزه بس مساعدتكم، انتوا ما تخطوش الاعلان وفي نفس الوقت توصلوا الفيديو لاعلى عدد من المشاهدات بالله عليكم. واهم حاجه اهم حاجه اللايك. والناس بقى اللي كتبت لي كومنتات سلبيه، ازاي اللي انت تفضحي نفسك على النت، ازاي اللي انت تفضحي جوزك على النت، ازاي اللي انت تطلعي اسوأ ما عندك، ازاي مش عارفه ايه، ازاي. لا انا ما فضحتش نفسي على النت. انا دول اخواتي ودول عيلتي. إيه، انا متعوده معاهم على الحلو ومتعوده معاهم على الوحش. فانا زي ما بطلع لهم الحاجه الايجابيه وهم بيشاركوني اطلع لهم بردك حياتي. انا بحب اطلع حياتي الشخصيه بره. إيه، انتوا دول عيلتي، اقسم بالله انتوا عيلتي بجد. وفي ناس كتير كتبت له كومنتات، يمكن كومنتاتكم دي انا بقيت اقراها وبقيت ارد عليها. بقيت اقراها بمنظور ان في حد بيخاف عليا وفي حد بيحبني. في ناس كتير كتبت لي
ما تنفصليش، عيشي حياة انتوا مستقلة انتوا وعيالك. في ناس بردك كتبت لي ادى ابو العيال فرصة تانية، في ناس بردك دعت. ما بحبش حد يدعي على ابو العيال مهما كان هو جوزي وعشرة عمر، يعني عشرة 11 سنة يعني. هو في ضغوطات، وانا اكتر حاجة هي ضغطانة هي زي اي ست اليومين دول، ضغوطات الحياة الشخصية اللي هي بقى ايه، العيال والمصاريف والحاجات دي كلها. يزيد بقى اكتر زي ما انا كلمت لكم في الفيديو اللي فات، الشقة وبيت العيلة ومش بيت العيلة والحاجات دي. اقسم بالله اقسم بالله انا معظم الكومنتات اللي جايالي: يا دعاء احنا زيك، يا دعاء احنا عايشين في بيت عيلة ومقهورين، يا دعاء احنا عايشين في بيت عيلة ومضغوطين نفسيا، يا دعاء احنا عايشين في بيت عيلة ومش عارفين نتأقلم. يا جماعة بصوا، نصيحة بقى مني، نصيحة مني. هتقولي لي ده حاجة وحشة ده حاجة حلوة فيكي؟ يا جماعة اي واحدة هتجوز بنتها او اي واحدة هتتجوز، ما تتجوزيش في بيت عيلة، ما تتجوزيش في بيت عيلة. ولو هتتجوزي في بيت عيلة، من ليلة الدخلة، من ليلة الدخلة اقعدي مع جوزك كده وقولي له: انا مش هنزل اخدم حد تحت، انت مش جايبني خدامة، انت جايبني ليك انت بس، اخدمك انت بس. هتقولي لي حرام عليكي، هتقولي لي محدش بيعمل كده، انت زمان عندك وزمان عندك نسوان اخ. ما انا هقول لكم على حاجه، بترجع بقى لبيت العيله ذات نفسه. بيت العيله كويس او بيت العيله وحش، ما هترجعي بردك تقولي لي: ده انت بتقولي لها من يوم الدخله اقعدي لوحدك، يعني انت ما شفتش الحلو وما شفتش الوحش. هقول لك لا، ما هقول لك على حاجه، ما انت تقعدي لوحدك بما يرضي الله. بمعنى ان انتي لما هم يحتاجوك في حاجة وعاوزينها وقاصدينها منك، انزلي اعملها لهم. بمعنى يوم اتنين كده بانزلي مثلا تبص عليهم، شوفوا هم محتاجين حاجة عاوزين حاجة كده، بس تقعدي لوحدك. انتي مش مجبرة، مش مجبرة اللي انتي تعيشي معاهم في عيشة. تنزلي من الساعة 9 الصبح او من الساعة 8 الصبح، ما تطلعيش غير الساعة 12 بالليل او الساعة 11 بالليل. مش مجبرة، بس عيشي معاهم بما يرضي الله. لقيتهم ناس كويسين وناس حلوين، عيش. مش ناس حلوين ومش كويسين، وانا عارفه ان في ناس كتير هتنتقدني، وانا عارفه ان في ناس كتير ما بتحبش ان انا اتكلم في مواضيع بيت العيله والحاجات دي، بس ده واقع وعايشين فيه بالذات. اساسا اليومين دول ده واقع، اقسم بالله يا بنات، ده واقع الواحد عاش فيه. وعن تجارب، وعن تجارب كومنتات جات لي كتير اوي. انا واحده بتقول لي في الكومنتات: انا بقالي 15 سنه قهروني ودمروني نفسيا وعصبيا وجسديا وكل حاجه. مين اللي قال ارجعوا في بصوا في الكومنتات، هتلاقي كل واحدة عندها مشكلة بتتكلم فيه. بيستكتروا عليك كل حاجة. لو في بيت عيلة كويس، مش هتستكتر ان مرات الابن او ابنها يبقى عايش حلو، يبقى عايش بما يرضي الله في بيته، يبقى عايش كويس، يبقى مبسوط، يبقى معاه قرش زيادة، يبقى جايب لعياله احسن اكل، يبقى جايب لعياله احسن لبس. لو هما بيفكروا كويس. هتقولي لي بكره يا مرات الابن مسرك هتبقى حما. انا بصوا بفكر بدماغكم كلكم اهو، اما انا هبقى حما، واللي عملته يقعد لي. لو عملت وحش يقعد لي، لو عملت حلو يقعد لي. كل حاجة انا عملتها سواء حلوة سواء وحشة تقعد لي، تقعد لي في صحتي، تقعد لي في عيالي، تقعد لي في جوزي، تقعد لي. هتقولك ما قعدتلك هون وانت كل يومين في شقة شكل وكل يومين متبهدلة. هقولك لا، انا اللي مختارة كده على فكرة، انا اللي مختاره كده. انا جوزي نفسي يرجع بيت العيله، وانا مش عاوزه ارجع بيت العيله. انا مش عاوزه اعيش في ضغوطات، مش عاوزه اعيش في قهر، مش عاوزه اعيش في دمار نفسي، مش عاوزه اعيش في كل يوم مراتك وامك واخواتك وكده. بالذات لما يكون عندك سلايف وسلايف مش كويسه، يعني دي تفرق بقى، دي تفرق اكتر. فانا اللي مش عاوزه اعيش، انا اللي مش عاوزه اعيش في بيت العيله، انا اللي نفسيتي تعبت، انا اللي نفسيتي اتدمرت. تقولي يعني انت دلوقتي نفسيتك مش متدمره؟ نفسيتك ما هو اللي مزعلني بقى، اللي انا الواحد ما بيفكرش في اي حاجه غير بيته وعياله، واللي هو يعيش عياله احسن، يعيش عياله احسن حاجه عنده. وتلاقي ناس تانية بتفكر في حياتك. انا اساسا مشكلتي مع جوزي ان انا مش عناديه، ومش مسألة ان انا برد،
ومش مسألة كده. انا مسألة مع جوزي ان انا مش عايزة ارجع بيت العيلة. مشكلتي معاه، هو عاوز يرجع بيته اللي هو بناه، اللي هو تعب فيه. ان بالذات اللي احنا في الارياف نختلف عنكم شوية. لو في ناس في المدينة او ناس في السعودية او في الدول العربية والحاجات دي، على ما اعتقد اكتبوا لي في الكومنتات انتوا لو في السعودية او في الامارات او في ايا كان دولة عربية او دولة اجنبية. انتوا لازما لو عندكم مثلا اولاد تتجوزوا وتعيشوا في بيت عيلة زينا كده في المصريين، ولا ايه الدنيا؟ ولا عادي يروح يعيش لوحده ويسكن لوحده ويستقل لوحده؟ فاكتبوا لي بالله عليكم في الكومنتات. في ناس يعني بتوع الدول العربية نفسنا كده بالظبط في مصر. وفي ناس في مصر بردك، بس على ما اعتقد معظم اللي في مصر لازم يعيشوا في بيوت عيلة. وهقول لكم على حاجة يا بنات، في بيوت عيلة بتعامل مراتات الابن كويس جدا 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 جدا، ومراتات الابن مش بيعاملوهم كويس. فهي الفكرة في ايه بقى؟ في الفكرة ان مش عارفة يعني بيبقى مفيش تفاهم بين الاتنين. وبيبقى في ساعات كتير قوي مرات ابن وحشة ومرات ابن مش كويسة ومرات ابن هي الوحشة معاكم في الحتة دي. مش هجيب كل اللوم كل اللوم كل اللوم على بيت العيلة. بس انا مش جاية من بيت ابويا اعيش خدامة. انا مش جاية من بيت ابويا اعيش خدامة لأسرة كاملة تبقى لسه صغيرة. واكتبوا لي انت صح ولا غلط في الكومنتات. تبقى لسه صغيرة عندها حوالي بالكتير قوي 20 سنة او 22 سنة، هنقول يعني اتجوزت زي ما انا اتجوزت 22 سنة، وعاوزينها تشيلوها هم بيت بحاله، طبيخ وغسيل ومسيح وترويق. انتوا ما بتشوفوش الناس اللي على النت؟ ما بتشوفوش اللي لسه ميتة مش عارفة من الشرقية ولا من الدقهلية عندنا؟ ماتت بسبب حماتها، ان حماتها بتشغلها شغل رجالة، وجوزها مسافر بره في دول الخليج، و وتقول لها روحي هاتي من حاجه من البلد الفلانيه. يعني ما تخليهاش كمان تجيبها من نفس القريه، تخليها تبعد خالص عشان تخليها تمشي، وما ترضاش تخليها تركب توك توك لما البت اساسا ماتت من القهر وماتت من الضغط وحماتها ضربتها وموتتها. انتوا ما شفتوش الحته دي؟ دوروا على النت هتلاقي في لسه بنت لسه ما كملتش اسبوع. لا مش اسبوع جواز، لا هي متجوزه من زمان ما كملش اسبوع، والموضوع بتاعها منتشر على النت وترند اول يومين دول، ان حماتها ضربتها علقه موتتها زقتها موتتها. كانت البنت بتكذب على طول على امها وتقول لها انا عايشه عيشه حلوه، انا عايشه مرتاحه. عشان ايه يا عيني؟ عشان البنت مش عاوزه تعيش اهلها ضغوطات. عشان البنت مش عاوزه تعيش اهلها ضغوطات. عشان البنت عاوزه تحسس امها وابوها ان انتوا عرفتوا تجوزوني و... وانا شلت همي من على كتافكم، فحرام عليكم. عامله مرات الابن ما يرضي الله، عامله مرات ابن بما يرضي الله. مفيش بنت عاوزه تتجوز وتخرب بيتها. بيبقى في اول سنه ما فيهاش تفاهم، اول سنه بيبقى فيه خلافات، او اول كام شهر بيبقى فيه خلافات. بس مفيش بنت عاوزه تعيش متطلقه، مفيش بنت عاوزه تعيش ببيبي تربيه لوحدها، مفيش بنت عاوزه تعيش في هم ونكد. فعاملوا الناس بما يرضي الله. عشان بقى الكلام ده كله الناس اللي بتقول يا دعاء انت طالعه تفضحي نفسك على النت، يا دعاء انت طالعه تقولي حياتك اللي الشخصيه على النت، لا احنا مش عاوزين كده. لا هو ده فعلا، وده واقع وده بيحصل. زي ما بيقولوا ده واقع وفي المواقع، ده واقع وفي كل المواقع على فكره. إيه مشاكل بيوت العيله هتلاقيها كتير، ضغوطات كتير. انا حصل خلاف بيني وبين جوزي مد ايده عليا، تطاول الحاجات دي كلها. انا دلوقتي مش بكلم جوزي، انا زعلان، انا متضايقه. وانا والله العظيم والله العظيم والله العظيم يمين اتحاسب عليه. انا ما بعوز حاجه منه، محمد ابني اللي بيطلبها، محمد ابني اللي بيعملها عادي. قلت على ما الدنيا تهدى والنفوس تهدى والدنيا ترتاح وانا ارتاح وهو يرتاح وكده. وانا عندي اولاد ومش هتفصل يعني كده كده انا ساكنه، تفهميني؟ كده كده انا ساكنه، كده كده انا عايشه بالايجار، يعني كده كده، يعني كده كده ما فيهاش بقى مروح عند اهلي كده.
انا ما غضبتش غير مرة واحدة بس فقط لا غير، 21 يوم مش هنساهم في حياتي. كان اهلي شايلني من على الارض شيل، كنت عايشة كويسة. بس الواحد انتوا عارفين ان انتوا تبقى متجوزة وبالذات بقى في بيت عيلة وفي قرية، والمنطقة هياها، والمكان هواه، وبتجيلك القهرة من أقرب الناس ليكي. هما 21 يوم. في أول ما اتجوزت كنت حامل في محمد ابني ده من شهرين 2. شفتوه ما كنتش كملت حاجة، شهرين 2 بالظبط. حمل في محمد ده كان أسوأ حمل حد شافه في البشرية كلها. على طول الكلام ما كانش بتشال من ايدي، على طول كان في تعب، على طول كل حاجة. 21 يوم بينوا ان فعلا الانسان على حقيقته، بينوا الكويس بينوا الوحش. قررت بقى بعد 21 يوم ده ان انا حياة تانية، دنيا تانية. انا مش هعيش تحت رحمة اي حد. وما عدتهاش تاني، ما غضبتش تاني. انا لو كنت بتضايق وبتخنق بقوم رايحة يومين 3 عند اهلي ارتاح نفسيا، واقوم راجعة بيتي تاني. انام يعني هناك يومين 3 وارجع تاني، يومين 3 وارجع تاني وخلاص. اما انا عايش تحت رحمة حد واتقهر ويجيلي قهرة، لا. على فكرة انا بكلمكم بكل امانة وبكلمكم بكل صدق، عشان كده بتحسسوني في الكومنتات ان انا زيكم وواحدة منكم. انا ولا بعرف ازوق الكلام عشان خاطر اليوتيوب، ولا خاطر المشاهدة، ولا خاطر البتاع. اقسم بالله انا اللي في قلبي على لساني، اللي في قلبي بقوله، اللي في قلبي بقوله هو اللي في قلبي، هو اللي انا بطلعه. ما بزوفش كلام، ما بقولش كلام من دماغي، ما بدورش على صفحات، ما بدورش على ترندات. الحاجات دي كلها هو ده واقع، وانا عايشه فيه. واقع وانا عايشه فيه، وانا بشارككم فيه. عشان خاطر لو واحده تعرف تحللي مشكله في كومنت، انا بشوف الحل. ناس قالت لي اصبري، ناس قالت لي استحملي، ناس قالت لي هي ضغوطات الحياة هي اللي بتعمل كده، قلة القرش، الحياة اللي بتغلى، الدنيا اللي بتغلى من حواليكي، الشقة حمل تقيل عليا، الحاجات دي كلها. بس انا عجباني الشقة وهعيش فيه، رغم انف الحاقدين، رغم انف الحاسدين، رغم انف اي حد مش عاوزني اعيش في الشقة وعاوزني ارجع بيت العيلة. انا مش راجعة بيت العيلة ده خالص. هو موجود، حق جوزي فيه. جوزي في يوم من الايام ابني عاوز يروح يتجوز هناك يروح، مش عاوز خلاص. اما انا عن نفسي مش وانا بقولها لجوزي، جازات الاخوات ما ارتاحوش مع بعض. يعني ما جوزي يعني يقول لي محمد روح اتجوز هناك، انا بقولها له، بقول له جازات الاخوات ما ارتاحوش مع بعض، ولاد العم هيرتاحوا مع بعض؟ اللي هم السلايف بقى كمان ولاد العم يرتاحوا مع بعض؟ فربنا يا رب، يا رب والله العظيم. واحلى دعوة واحدة دعتها لي، ربنا يفتح لك ابواب الرزق يا دعاء، ويبعدهم عنك، وانتي ربنا يفرجها عليك، ويبقى لك بيت بعيد عنهم. احلى دعوة اخت دعتها لي بظهر الغيب، اقسم بالله احلى دعوة، احلى دعوة ادعت لي. ويا رب قادر سبحانه وتعالى يكرمني ويرضيني ويرزقني برزق طيبا مباركا فيه، ويفتح لي كل باب رزق مغلق، ويرزقني من حيث لا أعلم ومن حيث لا أدري. يا رب، يا رب. أنا ما بدعيش غير كده. يا رب اجبر بخاطري جبر يتعجب له أهل السماوات والأرض. وانتوا اللي بيحبوني، اللي بيحبوني وبيتمنوا لي الخير وبيتمنوا لي السعادة، من الناس مش الوحشين، الناس الحلوين، يدعوا لي دعوة حلوة بالله عليكم. وعاوزة اقول لكم على حاجة كمان، الست تقدر تكون سند نفسها من غير راجل، من غير اي حاجة. في ناس كتير قوي، في ستات كتير قوي عايشين متفصلين، مش معاها رجالة، سواء بقى هي مطلقة سواء هي ارملة، تلاقي ست فعلا زي ما بيقولوا ست ب100 راجل. الست على فكرة لما بتحب تعيش لوحدها وتكمل وتربي عيالها، بتعيش احسن عيشة، اقسم بالله بتعيش عيالها احسن عيشة. يعني في مثل يقول لك ايه، ظل راجل ولا ظل حيطه. دلوقتي لا، ساعات كتير بيبقى ظل الحيطه احسن من ظل الراجل. ايوه، ايوه.
اقسم بالله ايوه، ده بيحصل ساعات كتير، بيبقى ظل الحيطة احسن من ظل الراجل. فمش شرط اللي انت تعيشي لو انت عايشة حياة تعيسة، لو انت عايشة حياة مش مبسوطة، لو انت عايشة حياة مقهورة، لو انت عايشة حياة متدمرة، لو انت عايشة في كل يوم في مشاكل، كل يوم في ضرب، وكل في يوم ضغوطات، اتفصل احلى، طلقي احلى، اقسم بالله طلقي احلى، طلقي. ما هو انت، لان في ناس، هقولك على حاجة، في ناس اما الراجل يمد ايده على مراته والواحدة الست تسكت ما بتعملهاش وقفة، بيتمادى، كل يوم يضرب، كل يوم يضرب. اما انا ابو العيال لما مد ايده وضرب، دي زي ما انا كتبتها لكم في الكومنتات او قلتها لكم، دي تاني مرة يضرب، دي تاني مرة يضرب. كان اول مرة خالص، اول مرة اللي مش عارفة كان ايه اللي حصل وقام ضربني بالقلم. اول مرة دي كنت لسه اول سنة جواز برضك، يعني مش عارفة كان ايه اللي حصل، مش فاكرة تفاصيل بالظبط، والله لو فاكرة التفاصيل اللي احكيها لكم. وكان برضك بسبب الجماعة تحت بيت العيلة وكده وقام ضربني بالقلم. بس انا يومها برضك عملت له وقف، من يومها ما حصلش اي مناقشة خالص، يعني اي حاجة خالص غير المرة دي و... وكده. اما في رجالة بقى كلمة وكلهم يضربوا مراتاتهم، كلمة وكلهم يضربوا مراتاتهم، مراتهم ايه. ففي حاجات تتغاضي عنها مثلا زي كده مثلا بالظبط مرة او اتنين، فانت عارفة الاسباب، فانت عارفة الضغوطات، فانت عارفة القهر، فانت عارفة الحياة المهقورة، الحياة مضغوطة، الحاجات دي كلها، فهو طلع زهقه او طلع طاقته فيكي، فمش مشكلة، فانت تضغطي بس بتعملي لك وقفة، ما تعاتبيش، ما تعاتبيش، ما تروحيش تقفي قصاده وتقول له انت بتضربني ليه، انت بتعمل فيا كده ليه، انا بحبك، انت بتحبني. ما تعاتبيش، خدي جنب وعززي نفسك واعملي لك كرامه واعملي لك قيمه. ما تعاتبيش، ما تعاتبيش، انا اللي بقول لك ما تعاتبيش، ما تعاتبيش اي بني ادم على اي تصرف عمله معاكي مش حلو. في مثل عندنا كده بيقول في الفلاحين، بس هو مش مثل حلو قوي يعني، عفوا منه، بس انا هقوله لكم، اقسم بالله هتضحكوا بقى دلوقتي. في مثل بيقول لك كده، تتجدع لا مؤاخذة مش عارفة ايه، يبقى انجدع لورا، يعني تعدي البني ادم اللي مش كويس ينجدع لورا. فانا مش عاوزه اقول اللفظ بالظبط عشان اللفظ مش حلو، ف يعني بس لما يكون في بني ادم بتعاتبيه يتمرع بقى كده ويتفرج جناحاته، فما تعاتبيش، لان العتاب بيجيب مشاكل، والعتاب بيوجع بيكسر النفس. فانت احلى حاجه تعملها ايه بقى، احلى حاجه تعملي ايه، تاخدي جنب، وربنا مكتر الاوض في الشقه، في الشقه دي كلها اوض، واحد اتنين تلاتة، هنقول تلاتة عشان الرابعة مش بتاعتنا، الرابعة مقفولة، واحد اتنين تلاتة، اخش انام في اي اوضة وماليش دعوة بيه. اه والله العظيم. آه انا بكلمكم بكل امانه وبكل صدق والله العظيم. فانا بس برد على الكومنتات اللي جاتلي، في كومنتات جاتلي يا دعاء احنا عايشين نفس مشاكلك دي بالظبط، ونفس المشاكل دي. واحده كتبت لي في الكومنتات، والله العظيم خشوا في الكومنتات لا تقولوا دعاء كدابه، انا ما مسحتش اي كومنت لاي حد، ولا سلبي ولا ايجابي ولا دعوه ولا اي حد، ما مسحتش اي حاجه لاي حد. في واحده كتبت لي في الكومنتات، يا دعاء انا عايشه زي كده بالظبط بقالي 15 سنه، يا دعاء انا عايشه مهوره، في اللي تقول لي بقالي 9 سنين، في اللي بتقول لي بقى 5 سنين، في اللي بتقول لي 21 سنه. 21 سنه انت مستحمله ازاي؟ ده انت كده عظمه، ده انت كده عظمه، انك تعيشي في 21 سنه في بيت عيله وتعيشي حياتك ونفسيتك متدمره، ده انت كده زمان شبابك، بناتك اساسا او ولادك على وش جواز هتجوزيهم، انت كده، انت كده انا ارفع لك القبعه، اقسم بالله ارفع لك القبعه. انا من الناس اللي لا، ما استحملتش اساسا، ما استحملتش. فالحمد لله على كل حال. ايه رايكم بقى في جوله النظافه دي؟ انا لما بكون زي ما انا قلت لكم في اول فيديو، انا لما بكون تعبانه، لما بكون مخنوقه، اما بكون قرفانه، اما بكون اي حاجه، ما عدتش بفكر في الاكل. كنت الاول ممكن اكل اي حاجه،
اروح اجيب كيس شيبسي، اروح اجيب شوكولاته، اعمل بطاطس شيبسي كتير كده واكلها، احمرها، اعمل اكل واكله. لا دلوقتي عشان انا بحاول ان انا اخس شويه، عشان ما حدش يقول لي انت تخينه كده ليه، انت تخنتي قوي. فبطلع طاقتي في الشقه، والشقه هنا الله طلع طاقه جامده جدا جدا. الشقه هنا واسعه اللهم بارك. ربنا يا رب يكبر بخاطري يا رب. كل اللي انا بطلبه من الدنيا دي حتة شقة صغيرة كده او بيت يبقى ليا لوحدي، بيتي انا بقى، ملكي انا، بعيد عنهم خالص. يا رب يا رب تقبل مني والنبي، يا رب يا رب تقبل مني. ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي بالله عليكم، ساعدوني وقفوا جنبي. والفيديو اعملوا لايكات كتير، لايكات كتير عشان القناة تتشاف والقناة تترفع والفيديو يترفع. كتر اللايكات بترفع الفيديو، بتخلي الناس تشوفه. انا مش عاوزة الفيديو يقف على 1000 مشاهدة و2000 مشاهدة، انا عاوزة الفيديو يجيب ال4000 وال5000. ابدا اقبض من اليوتيوب، ابدا احوش من اليوتيوب، حتى لو هدفع بصوا كل كام شهر كده يجي لي قبض، ادفع شقتي، ادفع الايجار بتاع الشقة دي يعني. الحمد لله على كل حال. فانا دائما بحب افتح لكم قلبي، دائما بحب اتكلم في المواضيع اللي هي مش هتقولي تفضحي نفسك، مش بتفتحي قلبك. لا انا مش بفضح نفسي، انا مش بفضح نفسي يا اختي يا غاليه اللي كتبت لي في الكومنتات انت بتحبي تفضحي نفسك، انت بتقولي الحياه الشخصيه بتاعتك على النت ليه؟ انت ما تفضحيش نفسك، انت طالعه تتكلمي في حاجات خاصه. لا دي مش حاجات خاصه، دي حاجات عامه، كل الناس عايشه فيها، كل الناس عايشه فيها. آه انا نفسي انزل لكم فيديوهات كل يوم، اه والله العظيم نفسي اتكلم معاكم كده كل يوم. انا متابعه واحده على الفيس اسمها رباب من دمياط، اقسم بالله بحب اتفرج عليها. يا ولاد اكتبوا كده في على الفيس او على اليوتيوب صفحه مش عارفه رباب ايه، يا لهشي على المشاكل اللي بتجيلها. اكتريه المشاكل اللي بتجيلها على بيوت العيله. هي دي الوحيده اللي انا متابعاها، ما عادش بقى اسيبكم من الهري والناس اكتر واحده بحب اتابعها ست طبيعيه تلقائيه جميله جدا 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 كده. دايما مقولتها بتقول ازيكم يا اللي مفيش منكم، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. انا بحب رباب دي جدا 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 جدا، بعشقها. ليه؟ بحس اللي هي زي كده بتلقائيه بتقول كل اللي في قلبها. بس بيجيلها بقى دايما في الكومنتات او على الرسائل الواتس بيجيلها مشاكل كتير، ودايما الناس بتقول لها يا رباب اطلعي اتكلمي عليهم، يا رباب اطلعي اتكلمي وانصحينا. فهي دايما بتقول محدش يتجوز في بيوت عيله، يقطع بيوت العيله واللي عايشين بيوت العيله وتفجر بيوت العيله. انا بحب اتفرج عليها قوي قوي قوي. هتقولي انت تعبتي منها، هقول لك لا ده واقع مش في المواقع. الله العظيم. المهم ادعوا لي بس كده بتيسير الحال. انا والله العظيم بتكلم معاكم حزني، بتكلم مع اخواتي، بحس ان انا كده بتكلم مع اختي وقاعده افضفض لها وقاعده اتكلم معاها كده. المهم الحمد لله الكدمات اللي كانت في وشي راحت. ماشي والدنيا تمام. وشي لسه منفوخ شويه كده بس الحمد لله الدنيا تمام والجو حلو. وروقت الشقه كلها وجيت بقى هنا على الريسبشن هنا وقلت لا مش قادره بقى اللي انا الصراحه اللي انا اشيل السجاد بالحافظات بتاعته، انا هعمله بالمكنسه. ماشي برغم ان النور بيجي غالي بس قلت مش مشكله هعمله بقى من المكنسه، ولمع السيراميك كده بشويه معطر فريده بريحه النظافه على شويه كرول عشان تبقى ريحه الدنيا منعشه كده وخلاص. وده يكون يوم النهارده ويكون روتين النهارده. اتمنى ان هو يعجبكم واتمنى ان هو ينور رضاكم فضلا وليس امرا. اللي لسه ما اشتركش في القناه اشتركوا في القناه، كملوا لي بقى 3000 مشترك بالله عليكم. والمشاهدات بالله عليكم بقى خلوها كده 2000 مشاهده و3000 مشاهده. خلونا نقبض يا ولاد من اليوتيوب، احنا لسه ما قبضناش حاجه من اليوتيوب. انا لسه ما شفتش مليم من اليوتيوب ده. نفسي اشوف فلوس اليوتيوب ده ايه، نفسي اعرف فلوس اليوتيوب ده ايه. انا بشحت عشان ما حدش يقول لي انت بتشحتي، عشان بصوا انا عارفه كلامكم كله، كلامكم كله انا عارفاه. انا بشحت، انا بشحت وبقول لكم ساعدوني وقفوا جنبي كده. خلاص خلصت بقى جوه، هسيب بقى السلم ما اعملهوش. لا ازاي، لا ازاي اهو. بس همسح الصراحه المره دي من قدام شقتي انا بس، مش همسح السلم كله. ماشي
اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم فضلا وليس امرا. ما تنسوناش في اللايك وكومنتاتكم الحلوه ورايكم في الكلام اللي انا بقوله، انتوا مع بيوت العيله ولا مش مع بيوت العيله. وهقول لكم على حاجه مهمه قوي 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 قوي، حاجه جميله جدا. اللي لسه ما صلاش على النبي يصلى على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. انتوا عشان تكسبوا ثواب وانا اكسب كمان معاكم ثواب، واكسب معاكم ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله باذن الله. ف ارجع تاني اشكركم بجد، مش عارفه اقول لكم ايه. شكرا لكل اب، كل ام، كل اخ، كل اخت دعموني بكومنت. شكرا لمشاركتكم حياتي، وبجد انا مبسوطه جدا جدا اللي انتوا بتثقوا فيا وبتكتبوا لي كلام حلو قوي. انا ببقى مبسوطه وفرحانه. فربنا يديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا، وتفضلوا واقفين جنبي كده على طول وتساندوني وتساعدوني. اتمنى بقى من الله ان الفيديو في النور اعجابكم ونور رضاكم. اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير في رعايه الله. مع السلامه.